اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. هعمل معاكم بقى صينية رز معمر بالمكسرات بطريقة جديدة جدا وسهلة وخفيفة تعجبكم بإذن الله. تابعوا معايا عشان تعرفوا الطريقة. انا بقى معايا كوباية من الرز المصري، غسلاه كويس جدا ومصفياه. اهم حاجة تكوني مصفياه ما يكونش فيه مية، وهوريكم برضو معيار الكوباية اللي انا عايرت بيها. دي بقى الكوباية اللي انا كنت معايرة بيها. تمام. طبعا معايا مكسرات بقى الموجودة عندك. انا حبيت احطها تغير في الطعم كده وتدي حاجة جديدة يعني عن التقليدية اللي احنا عارفينها. تمام. معايا جوز الهند وزبيب وزداني مجروش، ومعايا نص كوباية سكر. طبعا السكر ده حسب الرغبة، عايزة تزودي عن كده تمام، عايزة تقللي براحتك. وهنزل برضو بالمكسرات بتاعتي واقلبهم بقى كويس جدا، وبعدين انزل بالسمنة. بس عايزة اقولك المكسرات فرقت جدا في الطعم واديتها طعم جميل جدا، وتغيير بقى عن الطريقة اللي احنا بنعملها الأصلية يعني. معايا بقى معلقتين سمنة كبار بدرجة حرارة المطبخ عادي، مش شرط تكون سايحة. هقلبها بقى مع الرز كويس جدا عشان بس الرز بتاعك يطلع مفلفل، ما يبقاش معجن. طبعا مش محتاجين نحط اي نكهات بقى فانيليا ولا اي حاجة، لان احنا حاطين جوز الهند، وجوز الهند بتديها طعم وريحة جميلة جدا. تمام. انا كده خلاص قلبتهم كويس جدا مع بعض. هنزل بقى بكيلو من اللبن. طبعا اللبن فيه قشطة كتير، فمش محتاج ان انا احط قشطة تاني، وبعدين انا مش عايزاها تبقى دسمة قوي كمان. طبعا بقى مسخنه الفرن كويس جدا. هدخلها بقى على الفرن كده، نشغل الفرن من تحت وبعدين نشغل الشوايه بعد ما يستوي. وده كان الشكل النهائي بتاعه. شايفين ما شاء الله؟ شايفين بقى؟ اللهم بارك بجد والله، طالع حلو جدا. طعم وريحه حاجه كده جنين. اللهم بارك. يا رب بقى لو عجبك الفيديو بتاعي متنسيش اللايك والاشتراك في القناه، يا ريت لو مش مشتركه تشتركي وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. شايفين هنا بقى ما شاء الله بعد ما قطعتها طالعه قطع متماسكه، والرز مفلفل وجميل، والطعم بجد حلو جدا، والسكر بتاعه كمان مظبوط. يلا بقى اقول لكم دمتم سالمين، واسيبكم في رعايه الله وحفظه.